بعد الخروج من كأس العالم وشفنا الصفقات الجديدة وشفنا مين لعب ومين ما لعبش ومين كان كويس ومين ما كانش كويس، شفنا ريبيرو وعرفنا طريقة لعبه وأسلوبه وتفكير دماغه بيفكر إزاي. فتعالى أقول لك بقى بنسبة 80 90% التشكيلة الأساسية اللي يلعب بيها ريبيرو الموسم الجاي. اعمل لايك وسبسكرايب وتابعني. تعالى أقول لك مين هي التشكيلة. السلام عليكم يا صديقي، أنا محمد جمعة وده برنامج بروشيتا. وتعالى كده سريعا أقول لك الطريقة والأسلوب والتشكيلة اللي ممكن يلعب بيها ريبيرو بعد ما اتفرجنا عليه في كأس العالم وفهمنا بقى تفكيره ودماغه رايحة فين وممكن يلعب بمين، ممكن يركن مين. قبل ما أقول لك التشكيلة فأنا حابب أقول لك إن ريبيرو ممكن يلعب بطريقتين لعب. الطريقة الأولى اللي كان بيلعب بيها في أورلاندو 3-4-3، والطريقة الثانية اللي لعب بيها في كأس العالم 4-3-3 مع شوية تغيرات كده في الملعب وتحركات كده وشوية وظائف للعيبة. فتعالى بقى أقول لك كده، لو ريبيرو لعب بطريقة 4-3-3 هيلعب باي تشكيله. لو ريبيرو قرر يلعب بطريقه 4-3-3 فالتشكيله هتكون كالتالي: مصطفى الشوبير في حراسه المرمى، مع اني مقدر قيمه الشناوي وان الشناوي ادى النادي الاهلي كتير والنادي الاهلي اداله اكتر واكتر، ولكن هي دي سنه الحياه. فلو الشناوي رفض انه يقعد دكه فالافضل انه يمشي. ناحيه اليمين محمد هاني، وهنا مش عشان محمد هاني جامد ولكن هو ما فيش غيره. والكلام برضو ناحيه اليسار كوكا، وعشان ما فيش غيره. وطبعا الراجل طالب هنا باك شمال وباك يمين واثنين قلبي دفاع. نيجي بقى لقلبي الدفاع، هيلعب ياسر ابراهيم وجنبه احمد رمضان بيكهام. ثلاثه في نص الملعب هيلعب بديانج، على شماله امام عاشور ان شاء الله بعد ما يرجع من الاصابه، على يمينه محمد علي بن رمضان، جناح يمين زيزو، جناح شمال تريزيجيه، في الامام وسام ابو علي. دي التشكيله اللي بنسبه 90% او 100% هيلعب بيها ريبيرو لو قرر يلعب بطريقه 4-3-3. طب لو ريبيرو قرر يلعب بقى بطريقه 3-4-3 اللي هو جاي بيها من اورلاندو ويبدا يحفظها للعيبه ويخلي اللعيبه هنا تنفذها في الملعب، فالتشكيله هتكون كالتالي: مصطفى شوبير في حراسه المرمى، ثلاثه قلبي دفاع، ليبرو احمد رمضان بيكهام، على يمينه ياسر ابراهيم، على شماله اشرف داري، مع ان هو عنده تحفظات اصلا على اشرف داري ومش ده المحترف ولا ده المحترف اللي انا قلت لك عليه ان هو ينفع للنادي الاهلي. احنا جبناه عشان يعوض محمد عبد المنعم، ولكن هو لحد دلوقتي ما اثبتش اي حاجه خالص. اربعه هنا في نص الملعب، اعتقد هيلعب بمحمد هاني ناحيه اليمين، ويلعب هنا بامام عاشور ناحيه الشمال، واثنين هنا في نص الملعب ديانج وجنبه محمد علي بن رمضان، وثلاثه هنا في الامام، جناح شمال هنا تريزيجيه، يمين زيزو، في الامام وسام ابو علي. الطريقه والتشكيله دي عليها شويه تحفظات لان ريبيرو حتى ما حاولش ان هو يدرب اللعيبه عليها ولا حاول يلعب بيها في كاس العالم. فهل هو بقى هيكمل على الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي 4-3-3 او 4-2-3-1 اللي هو النادي الاهلي بيلعب بيها طول حياته، ولا ريبيرو هيحاول بقى يدخل المدرسه الاسبانيه ونحاول نغير بقى في الفكر والطريقه بتاعتنا؟ قول لي بقى كده في الكومنتات افضل طريقه وافضل تشكيله يلعب بيها النادي الاهلي الموسم الجاي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. سلام.